شفناك اول حد قدم شيخ شيعي امم على فضائية مصرية، وده في مصر مش حاجة مش مستحبة، ده مكروه. وبعد بيان مؤخرا لمشيخة الأزهر ده يجرم، لأنه في حذر شديد من المد الشيعي في مصر. ليه؟ مين كان قاعد جنبه؟ بس ظهور شيخ مين كان قاعد جنبه؟ راس براس مع شيخ أزهري، يعني خلاص. ده عايز ده اللي عايز تقوله لي؟ اذا كان وإن مجرم، الاتنين عندهم نفس المساحة للكلام؟ اذا لا كان الشيخ الازهري عنده مساحه اكبر. أنا شفت الاتنين عندهم نفس المساحة. نفس المساحه. ما الله اوصانا بالعدل والمساواه. ده شيء حساس جدا في مصر، زائد إنه ده حصل في رمضان. وما ده شفتش كان حد مستفز جدا لناس وما كتير شفتش جدا، حد مش ليا أنا اعترض لوحدي. الا انت دلوقتي. بعد حلقته معاك طلع على كام قناة تانية. ليه طلعوه؟ اذا ده ممنوع ومحرم ومجرم وغير مرغوب والناس استاءت، ليه انت طلعوه؟ فتحت الباب ده، انت خليته عادي. والله ايوه يعني طبعا. يعني اذا جبت نتنياهو واستضفته طبعا هيبقى هيطلعوه؟ عادي، هتلاقي والله؟ كل قنوات مصر بتجري وراه عايز ورا تستضيف. نتنياهو؟ طبعا. لا ما انت دخلته مصر بقى، هم يجروا وراه في مصر. لا 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 لا، يجروا وراه علشان يضربوه، علشان يشتموه، مش علشان يطلعوه. يعني انت بتقارن نتنياهو بشيخ شيعي؟ لا، انا بقارن مقارنتك. لانه مقارنتي الكلام ايه؟ اللي اتكلمتيه انت اسوأ ما من كلامك على نتنياهو. ليه الكلام اللي انا اتكلمته سيء؟ مصر بلد ده فيها حساس جدا. يعني عم بتحاولي تقولي انه في لي لبنان التعدديه عاديه جدا وما فيهاش يعني مشاكل، وعادي انك يعني انت عم تطلع بتخبريني انه شيخ النموذج اسلامي المصري سني معقد. واخر شيعي وغيرهم مسيحي. مسيحي ده عادي وسلفي جدا. كنا وسلفي جايبين واحد يهودي كمان، بس خاف يدخل مصر. خاف يدخل مصر؟ كان عاوز يطلع معنا على الساتلايت وانا رفضت. واليهودي ده من الحاخامات المناصرين للقضيه العربيه الفلسطينيه في وجه الكيان الصهيوني. امريكي كان ولا كان ايه؟ كان عايش في امريكا هو، بس جنسيته ايه؟ مش عارف. اذا مغربي او توني بتدور على الفرقعه. مش فرقعه اللي تعمل مشاهده وتدخل اعلانات. مش الفرقعه. انت بتعملي ايه؟ بتضحي بحاجات كتير مقابل الفرقعه. طب انت بتعملي ايه انا دلوقتي؟ بتسلى على اللي بيعملوا فرقعه. انت دلوقتي بتعملي ايه؟ بتسلى على اللي بيعملوا فرقعه. خلاص. بس ما بعملش فرقعه، ما بدخلش للناس ضرر جوه بيوتها ببلاش. انا كنت حابب افرجي الناس صوره انه الاديان كلها، يعني الاديان السماويه كلها نختلف على امور كتيره فيها، ولكن في النهايه تلتقي عند رب واحد واله واحد نؤمن به جميعا. البرنامج ده من اجمل برامج عمري اللي قدمتها. هو حقيقي من اجمل البرامج. بس خليني كمان اقول لك انك تستضيف محظور حساس جدا في برنامجك في بلد انت عارف انه الجزئيه الطائفيه ما فيهاش استقرار في الوقت ده. طيب انا البلد، وانت عارف انه مصر ما فيهاش التعدديه بسهوله وبساطه بالشكل ده. فكره سني وشيعي ده في مصر مش موجود ومش سائد ومش مستحب وحساس جدا. سحلوا قتلوا شيخ شيعي في مصر، الشيخ حسن شحاتة. انت مع ده؟ لا انا مش مع ده. ما حدش ممكن يبقى مع ده. ما فيش انسان ممكن يبقى مع ده. ما فيش شخص عنده انسانيه ممكن يبقى مع ده، بس ده مش معناه. انا لما سمعتك تخيلت انه انت مع ده. لا انا مش مع ده. لازم كان يصير كده علشان المجتمع المصري ما بيقبلش التعدديه. يعني انت بتقولي كلام خطير. انا بقول انك بتقرب من حاجات خطيره.